تبدأ الحلقة مع روشني تنتظر دورها في المشفى، وترى زوجة مع زوجها يحملان طفلهم، فتتخيل نفسها مع أمان وطفلهم وتبتسم. وشيري تسأل خانة لماذا لم يعطيها راتبها كامل، فيقول لها أنها تركت العمل وعملت فقط لمدة أسبوع وهذا راتبها، ويخبرها أنه إن كان ريحان هو من طردها كان سيعطيها راتب شهر كامل، ولكنها هي من استقالت. وتابيزي توقف أمان قبل أن يرى أن روشني ليست موجودة بالمنزل، وتمثل أنها تشعر بالدوار، فيأخذها أمان للأسفل. وريحان يفكر في شيري ويقول أنه أخطأ في حقها، ويتصل بخانة ويخبره أن يوقف شيري قبل أن تذهب لأنه يريد التحدث معها. وريحان في مكتبه يشرب القهوة، فيتغير لون عينه للون الأزرق. ومن ناحية أخرى الجدة تسأل تابيزي ما الذي يحدث معها، فتقول لها تابيزي أنها لا تدري. ثم يتلقون مكالمة على الهاتف، فترد الجدة وتفعل مكبر الصوت، ويكون اتصال من المشفى ويؤكدوا لها على موعد الطبيب، فتنصدم تابيزي. والجدة تسألهم من الذي حجز ميعاد، فيقول لها السيدة راء خان. ثم ينظر الجميع لتابيزي، وأمان يخبر تابيزي أنها روبينا خان، ويفكروا أن تابيزي هي التي حامل وحجزت موعد عند الطبيب، وتابيزي مصدومة. وأمان يأخذ تابيزي لموعد الطبيب، وشيري تنتظر ريحان ولا يأتي. وفي المكتب ناتاشا تأخذ فنجان القهوة وتقول أنها اختبأت في المكتب طوال الليل، وتنظر لريحان وتخبره أنه سيستعيد وعيه بعد 5 دقائق ولن يتذكر شيء. وشيري تذهب هي لمكتب ريحان، فتجد ناتاشا معه، ثم ترحل شيري. وناتاشا ترى العلامة على رقبة ريحان، فتقول لريحان انتظر، ماذا سأفعل بك؟ وتابيزي تقول أنها علقت وخائفة من أن يرى أمان روشني في المشفى، وتقول أن عليها التحدث مع روشني وتتصل بها، لكن الممرضة تخبر روشني أنه ممنوع التحدث في الهاتف، وروشني تقطع الاتصال. وريحان يستعيد وعيه ويقول شيري، فتقول له ناتاشا أنها تركت العمل ورحلت. وشيري تتناول الحلوى وهي متضايقة لأنها لم تحصل على راتب شهر كامل، ثم تفكر في أن تعود إلى العمل وتفعل شيء يجعل ريحان هو من يطردها لتحصل على الراتب كامل. وأمان وتابيزي يصلان إلى المشفى، وموظفة الاستقبال تنادي على السيدة راء خان، فتنصدم تابيزي وترى روشني ذاهبة، فتشتت انتباه أمان وتخبر روشني أن تختبئ. وأمان يفكر أن تابيزي متوترة، فيطلب منها ألا تتوتر ويخبرها أنه معها. وروشني خائفة وتقول ما الذي يفعله أمان وتابيزي هنا؟ ومن ناحية أخرى خانة يعطي لريحان مظروف ويخبره أن أمان هو من أرسله له، فيفتحه ريحان ويجد صور أخيه فرحان مع فتاة لا يظهر وجهها، فيتساءل ريحان من هذه الفتاة، ويقول أن عليه أن يصل لها حتى تدله على مكان فرحان، ويجد مع هذه الفتاة مظلة غريبة وفريدة من نوعها. وتابيزي تدخل لغرفة الطبيبة، وريحان يتصل بأمان، فيذهب أمان ولا يرى روشني، ويتحدث مع ريحان في الهاتف. وريحان يسأله من أين حصل على هذه الصور، فيقول له أمان أنه كان هناك حفلة ورصدت هذه الصور، فيسأله ريحان هل سيتمكن من جلب المزيد من الصور لكي يتمكنوا من رؤية وجه الفتاة، فيقول أمان لا، ويخبره أن هذه آخر صور كانت موجودة، فيقول له ريحان عن المظلة التي كانت مع الفتاة. وأمان يخبر ريحان أنه ربما يصل للفتاة من خلال تلك المظلة، وتكون هذه الفتاة هي شيري ومعها نفس المظلة، وتذهب لمكتب ريحان. وروشني تدخل للطبيبة وترى تابيزي، فتسألها لماذا أتوا إلى هنا، فتخبرها تابيزي بكل ما حدث. وأمان يأتي للطبيبة ويسألها عن تابيزي، فتخبره أنها ستجري لها الفحوصات الآن، وتطلب من أمان أن يذهب معها إلى الداخل. وتابيزي وروشني متوترين ولا يعرفان ماذا سيفعلوا. ثم تابيزي تجلب الباب البرونزي وتخرج منه من الغرفة، وأمان يأتي ليزيل الستار عن روشني وسيراها، لكن تابيزي تنادي عليه من الخارج وتخبره أن يأتي، فيذهب أمان لها، وتابيزي تخبره أنها أنهت الفحوصات وهي بخير الآن، فيقول لها أمان أن الطبيبة أخبرته أنها ستجري لها الفحوصات الآن، فتقول له تابيزي أن الطبيبة ربما أخطأت. وروشني قلقة والطبيبة تفحصها، وتابيزي تخبر أمان أن يعود هو للمنزل وهي ستنتظر نتائج الفحص،
فيطلب منها أمان أن تعتني بنفسها. ومن ناحية أخرى شيري تدخل إلى المكتب بالمظلة، فيخبرها العامل أن تترك المظلة بالخارج لأنه لا يجب عليها أن تدخل بها، فتضعها شيري في الدرج وتذهب لمكتبها. وخانا يسألها ما الذي تفعله هنا بعد أن تركت العمل، فتأخذ منه شيري ورقة الاستقالة وتقطعها وتخبره أنها ستكمل عملها. فيأتي ريحان وخانا يخبره أنه سيتصل بالأمن، فيقول له ريحان أنها تفعل هذا لكي تأخذ راتب شهر كامل، ويخبره أنهم لن يطردوها. وشيري تقول في نفسها أنها ستفعل أي شيء لكي يطردها ريحان. وروشني تسمع صوت دقات قلب الطفل فتبتسم، فتقول لها الطبيبة أن هذه لحظة عاطفية بالنسبة لها. وأمان يمر بجانب الغرفة وينظر لصورة الطفل على السونار، وروشني حزينة لأنها لم تشارك هذه اللحظة السعيدة مع أمان. وأمان يتساءل لماذا قلبه ينبض عند رؤية صورة هذا الطفل وهو ليس له علاقة به. وروشني تراه، وأمان يأتي ليذهب، فتنادي روشني عليه، وأمان ينصدم برؤيتها ويفرح كثيرا عندما يجد أن روشني ما زالت حامل. وريحان يتحدث مع رجل ويخبره أن يأتي ويرى صور أخيه فرحان، وربما هذه الصور تساعدهم في الوصول إليه. وشيري تقول أنها ستفعل شيء الآن وستجعل ريحان يطردها، ثم تدخل إلى مكتبه وتضيء الشموع، وشمع منهم تسقط على مكتب ريحان دون قصد. وشيري تتلقى اتصال، فتترك الشمعة المشتعلة وتذهب لتتحدث في الهاتف. وخالتها تخبرها أن موتو أخيها تعرض لحادث، وشيري تنصدم. وأمان مع روشني ويخبرها أن تابيزي كانت ممثلة عظيمة، ويسأل روشني لماذا أخفت هذا الخبر السار عنه، فتقول له روشني أنها لم تكن تعرف، فكيف كانت ستخبره. وأمان ينظر على السونار ويجد طفل واحد فقط، ويعلم أن روشني فقدت الطفل الآخر. وريحان يدخل مكتبه وينصدم برؤية النار على مكتبه وصور أخيه فرحان احترقت. والخالة تقول لشيري أن تكلفة عملية موتو مرتفعة، وشيري تعتقد أنه لا يجب عليها ترك الوظيفة، وتنهي حديثها معها وتتذكر الشمعة التي تركتها، فتذهب مسرعة. وريحان يطفئ النار، وشيري تأتي ويعرف أنها من فعلت هذا، فيعصب ريحان كثيرا، ولكن شيري تبكي وتخبره أنها فعلت هذا دون قصد، وتترجاه ألا يطردها لأن موتو فعل حادث وهي تحتاج إلى المال. وشيري تخبر ريحان أنها ستفعل أي شيء يطلبه منها، فيوافق ريحان. وروشني تخبر أمان أنهم اعتقدوا بأنهم فقدوا الطفلين، ولكن واحد فقط نجا. وتقول في نفسها أنها وعدت الجن بأنها ستعطيه طفلها الأول، وإن خلفت بوعدها فسوف يقتل الجن أمان. وتابيزي تأتي وتخبر أمان أن روشني كانت تريد أن تتأكد أولا أنها حامل ثم تخبره. وروشني تقول لأمان أنه أنقذ طفلا. وتابيزي تطلب من أمان أن يفكر في السعادة بأنهم ما زالوا لديهم طفل ولم يفقدوا الاثنين. وأمان يقول لروشني أنهم سيحموا طفلهم دائما. وروشني حزينة ثم تعانق أمان. وناتاشا تجلب صور ريحان وتقول أن عليها أن تعرف ما هي نقطة ضعفه وتعرف أنه خنجره، فتقول ناتاشا أنها بمجرد أن تحصل على الخنجر فسوف تحبس ريحان بهذه الزجاجة. وريحان يأخذ شيري للخارج ويخبرها أنه لا يريد أن تسقط قطرة ماء واحدة على دراجته النارية، ثم تبدأ السماء في المطر. وريحان يخبر شيري أن عليها أن تظل واقفة هنا وتحمي دراجته من سقوط المطر عليها حتى يتوقف، فتوافق شيري وتقول أنها ستفعل أي شيء. وريحان يغادر. فمتى سيعرف أمان بصفقة روشني مع الجن؟ وماذا سيفعل؟ وما هي علاقة فرحان شقيق ريحان بشيري؟ لو الفيديو عجبكم ما تنسوش تعملوا اشتراك في القناة وتحطوا لايك للفيديو علشان أنزل باقي الحلقات.